لو انت او انت من الناس اللي بتشتغل في المبيعات وناجحين جدا في مجالكم، اعرفوا ان انتوا عندكم درجه عاليه جدا من الذكاء العاطفي، وده معناه ان انتوا بتتحلوا بشويه صفات كده جميله، زي هي انكم بتعرفوا تتعرفوا على مشاعركم، وبتعرفوا كمان تتعرفوا على مشاعر الاخرين، وبتعرفوا تفرقوا بين انواع المشاعر. مش كده وبس، بتعرفوا تسموا المشاعر باسمائها الحقيقيه. تعالوا نفترض ان انتوا بتشتغلوا في شركه مثلا استثمار عقاري وعايزين تروجوا لبيع شقه في كومباوند، فبتتكلموا في التليفون فتلاقوا عميل ممكن يقفل في وشك، وممكن عميل تاني يقول لك طب معلش بس كلمني بعد شويه انا مشغول وهو مش مشغول، او عميل تلاقيه بيسخف ويقول لك يا عم هو احنا لاقيين ناكل عشان نشتري شقه في كومباوند، او ممكن تلاقي حد يقول لك انا في اجتماع وكلمني وقت تاني، او هكلمك انا بعدين، وتيجي تكلمه وتلاقيه مثلا عامل لك بلوك. ممكن جدا تلاقي مكالمه واحده بس هي اللي كانت لطيفه وجميله ودمها خفيف بس برضه ما باعتش، وممكن تلاقي من وسط ده كله هي مكالمه واحده بس اللي باعت بس كانت صدفه. وكل محاوله بتعملوها بتقابل برفض، هي بتكون عباره عن هزيمه ورفض ورا رفض وهزيمه ورا هزيمه. وارد جدا انها تخليكم تحسوا بالاحباط وتبداوا تقولوا الكلام بتاع انا فاشل، انا المجال ده مش مجالي، انا ما ينفعش اشتغل في المبيعات. ولانهم ناجحين زي ما احنا قلنا في الاول، هتلاقيه ان هو بيقدر يفرق بين الهزيمه وبين العرض والطلب، وهتلاقيه كمان بيعرف يحفز نفسه، لا انا هعمل مره كمان تليفون هجرب ممكن انجح. او تلاقيه كمان قادر يعرف مشاعره وقادر يعرف مشاعر الناس، بيقول وارد جدا ان انا لو اتصلت بيه ده ظروفه مش سامحه، او هو يكون فعلا في اجتماع، او ممكن يكون ظروفه النفسيه مش كويسه، هو فعلا مزنوق، او هو فعلا مش قادر يتكلم دلوقتي. فبيعرف يقرا مشاعر نفسه وبيعرف يقرا مشاعر الاخرين كمان، وبيعرف يتحكم في مشاعره كويس جدا، انه لسه ما اتهزمش، ودي كانت تجربه وهجرب اعمل تليفون مره كمان. فلو انت او انت شاطرين في مجالكم في المبيعات، اعرفوا ان انتوا عندكم ذكاء عاطفي جامد جدا، واشوفكم مره تاني في بيت كريم.